السلام عليكم، ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ تعالوا هقولك على اقوى وصفه، اقسم بالله يعتبر اقوى وصفه انا جربتها. تجربه شخصيه حلوه جدا، بتفتح الاماكن بطريقه حلوه. سواء كان الايدين، الرجلين، اي مكان في الجسم، الاماكن الحساسه جربيها وان شاء الله باذن الله هتجيبي نتائج حلوه جدا جدا. خاصه لو انت عروسه، ابدأي بقى اعملي الوصفه دي، وهي عباره عن معلقه كبيره من النشا، ومعلقه من البيكنج باودر، ومعلقه من البن او النسكافيه اللي هو سريع الذوبان. ببدأ كده امزجهم كويس جدا مع بعض. ممكن كمان اضيف الحليب السائل عشان اعجن بيه الكريم بتاعي. بعد كده ببدأ اخد كده بحركات دائريه واسيبه على المكان لمده ربع ساعه. بعد كده لو عندك ليفه مغربيه بالنسبه للوش، هتسيبيه على بشرتك لحد ما يجف، وتبدأي لو عايزاه مقشر هتبدأي تزيليه بطريقة الفرك. بعد كده بتشطفي بشرتك وبترطبيها. اما بالنسبة للجسم بتسيبيه على الجسم، وتبدأي تجيبي الليفة المغربية وبحركات دائرية، وتركزي على الاماكن اللي فيها سواد او فيها غمقان بالطريقة اللي انت شايفاها دي، بحركات دائرية كده. كل السواد وكل المشاكل اللي انت تتخيليها هتطلع. يعني اكنه سحر بالظبط. اكني بصي بتشيلي السواد بطريقه سهله وبسيطه جدا. بعد كده يا بنات بنغسل المكان كويس، وكمان لازم الترطيب. الترطيب مهم جدا جدا، انا كل فيديو اقولك الترطيب مهم. حتى لو ما عملتيش اي وصفه لازم ترطبي ايدك، واديكوا شايفين الفرق الشاسع. بصوا الفرق يا بنات. بصوا انا فصلت الفيديو كمان علشان اسيبه ربع ساعه عشان النتيجه تبان قدامكم بجد، والله فرق رائع جدا. لو مش مصدقه قومي دلوقتي وجهزي الوصفه وشوفي النتيجه المبهره اللي انت هتشوفيها بعينك. دي وصفتي النهارده يا بنات. بقى ما تنسوش بقى لايك الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس مهم جدا يا بنات عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. واشوفك في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.